تحبون الاندومي وامهاتكم ما ترضى تدخلونه البيت ولا تاكلونه؟ صحيح الاندومي مضر بالصحة، وهواي شفت حالات تمرضوا من سبب الاندومي. تعالوا خليني اسوي لكم اندومي كلش طيب، بس مو بالاندومي، بالمعكرونة. طريقته كلش طيبة، كلش سهلة وكلش طيب. ضغطوا على القلب، متابعة، وتعالوا شوفوا تحضيراتنا. وبهاي الأجواء الباردة نحب هيك عند أكلات دافية. أول شي بجدر راح نخلي زيت ملعقتين أكل، وننزل عليهن ملعقة شاي بهار مشكل وفلفل أسود، ونص تقريبا ملعقة كوب أو نص ملعقة كوب ماجي، بهارات ماجي أو مكعب ماجي اللي متوفر عندك. ونخلطن كل زين مع زيت، وراح ننزل عليهن 4 أكواب من المي. نكثر هنا المي حتى المعكرونة تستوي عندي زايد، وتنزل النشويات مالاتها حتى تصير عندي السوب ثخين وكلش طيب. واكيد خلينا الملح، والملح اختياري، تكثرون تقللون الملح والفلفل، هذا الشيء اختياري لكم. وهنا أنا عندي ظرف من المعكرونة، يعني باكيت كامل. كسرناه ونخليه بجدر ونتركه يفور، وأول ما يبدي يفور ننص عليه النار ونتركه ثلث ساعة، نص ساعة على نار متوسطة، حتى شنو يصير عندي مهروس. شوفوا هنا، وشوفوا المي مالته شلون صار أصفر وهمين ثخين وكلش طيب. وتدرون أطيب من الأندومي بعدة مرات. طبعا أنا ما أخلي جهالي ياكلون أندومي لأن أخاف على صحتهم، بس شنو ما أخليه بنفسهم. سويت لهم هاي الطريقة وضبطت وياي والله، وطلع عندي أطيب من الأندومي. وهنا أنا بعد ما اكتمل واستوى، وشوفوا لي شلون شكله. أريدكم تجربونه، ومن تجربونه دزوا لي الصور مالته بالتعليقات، خلنا نشوف كم واحد جربه وقولوا لي طيب لو مو طيب. طبعا إذا أول مرة تشوفون صفحتي ضغطوا على القلب والأكس بلور، وإذا تريدون تشوفون أكثر من نصف الفيديوهات والأكلات والوصفات ادخلوا على اليوتيوب وشوفوا قناتي راح تعجبكم.